السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا جماعة الخير جايب لكم شرح آه، دقيق جدا، دقيق ولا عدس، اللي هو شرح كامل لجلتش المفاتيح من طقطق لين السلام عليكم. فاللي بتحتاجونه كلها في الجلتش الزبدة انه يكون جوالك اندرويد والثلاثة تطبيقات اللي قدامكم، اللي هو اكس سبيدر ونسخة تقاري مهكرة اللي بحطها لكم في الديسكورد، والفرس التلقائي ذا مهم عشان الجلتش يضبط يعني حق التاتش. فاول ما تحمل هذه النسخ طبعا اكس سبيدر النسخة دي ضروري تحملون نفس النسخة دي اللي هي 22 ميجا بايت. بحط لكم رابط القناة هذه حقت التليجرام عشان تحملوا النسخة منه. فلما تحملونها تجون تدخلوا على البرنامج نفسه اللي هو اكس سبيدر، يطلع لكم نفس النظام كذا. تروحون تضغطون اليمين هذا اللي تحت يمين، بعدين تروحون نقاري وتضغطوا على اكس 8 وتحولوه، تحطون بي 1 و اتش 4، بعدين تضغطون اللي تحت تكون عندكم. انا سويته اوريدي، فبيخليكم تحذفون النسخة لغاية التثبيت، بيخليكم تلغون النسخة حق تقاريو، وبيخليكم تحملون نسخة ثانية، وانكم تسمحوا للبرنامج انه يكون ظاهر يعني فوق اقاريو. فلما تسوون الخطوة دي تنحذف اقاريو وتحملونها، ترجعوا الاقاريو نفسها بتحصلون على اللي زي كذا. شوفوا تيجي العلامة عندكم زي كذا في البرنامج حق اقاريو، تخلونها 2000. بس قبل لا تدخلون على 2000 هذه تروحون البرنامج اللي هو فرس التلقائي حق التتش، هذا مهم كمان. تدخلون عليه، تعطون الإذن، تعيين إذن الوصول، تعطون سماح، بعدين ترجعوا بتطلع لكم الإعلانات كذا. طبعا ترجعوا تضغطون على الإعدادات، تحطوا نفس الإعدادات هذه اللي قدامكم بالضبط. قد ما تحطونها زي كذا اضغط حسنا بس لا تخبصون بشيء ثاني. لما تحطون حسنا بعدين تدخلوا على قاريو النسخة المهكرة مع اكس سبيدر. النسخة كلها بحطها في الديسكورد، والاكس سبيدر التليجرام بحطها كمان في الوصف الرابط حقهم. فتحط اسمه ايش، الكود حق النسخة نفسها، تدخلون اللعبة. فكل نسخة تختلف عن الثانية، لازم تحمل النسخة دي بالضبط عشان النسخة الثانية تختلف. طبعا خشينا الحساب الحين، بس نحتري لين يظهر لنا الإعلان نفسه حق المفاتيح. لو ما طلع غيروا سيرفر. ان شاء الله يضبط معكم كلكم. بحط لكم حسابي قبل وبعد لما سويت اول مرة، هذه المرة الثانية يعني شحنت الباتل باس وكذا، فشوفوا قبل وبعد انتم بنفسكم عشان تتأكدون. وظهر عندنا المفتاح الحين، تضغطون عليه. اهم شيء يكون هذا تخلونه 2000، تضغطوا يمين ويسار تشوفون الزر مخفي هو، بس تضغطون عليه لين يوصل 2000. الحين نروح نجيب البرنامج حق التاتش نفسه، نيجي عنده، بعدين بدء بيجي عندكم كذا على اليسار، تدخلون الأقاريو، بعدين تجون هنا تضغطون على المفتاح نفسه. وركزوا معي هنا، البرنامج حق التاتش هذه تشوفون العين اللي يسار لازم تشيلون منها الخط. قبل لا تشيلون الخط أول شيء تحطون هذه الضغطات نفسها، الكبسات تحطونها هنا. لا المرة دي بجرب على أبو 200 عشان أول سويتها على أبو 100 وضبط، وسويت الكم حساب كمان يعني ضبط، ما شفت فيه. بس يفرق الحظ يعني، مرات 200,000 ل900,000، مرات مليون. تحطون كل الكبسات هذه هنا، كبسات ولا لا امزح، حطوها هنا كلها كاملة، تأكدوا انه ما تكون برا ولا شيء. اتأكدنا الحين نشيل الخط اللي على العين، مهم هذا. بعدين قبل لا تفعلون برنامج التاتش تفعلوا الاكس سبيدر، تخلوه كذا سريع، بعدين تضغطوا
بدء. والحين بيجلس يعلق عليكم كذا، بيعلق كثير. لما تشوفونه علق طفوا الشاشة وشغلوها. لما تشوفونه علق تحذفون الصفحة حق أقاريو، ونرجع من جديد ندخل أقاريو ونشوف الفرق بين قبل وبعد. ان شاء الله يكون جاء مبلغ حلو. هو ما ادري صراحة على 200، بس الصندوق ابو 100 يضبط اكثر، بس المرة دي تجربة عشانكم يعني ابو 200. حلو. زاد عندنا واجد ما شاء الله، زاد عندنا 8000 دي ان ايه، 8000 دي ان ايه تقريبا. وكم و200,000 200,000. اشوف الدبلات ما زاد فيها شيء، دبلات ما زاد، يعني تقريبا الافضل ابو 100 افضل، بس في الدي ان ايه ابو 200. عاد انتوا براحتكم. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المقطع. لا تنسون دعمكم بزر اللايك والسبسكرايب والاشياء الجميلة هذه، وشكرا حبايب.